لا صلى على النبي كده قبل ما نبدأ أخبارنا. إيه اللي بيحصل في كأس العرب؟ عذرا، كأس عرب مين؟ كأس العالم. متعة وجمال وتسديدات وقاذفات بتحصل في كأس العرب. فلسطين وتونس ومتعة حصلت وتسديدات وقاذفات وحاجات ممتعة لأقصى درجة. ثم تيجي سوريا وقطر يكملوا علينا، وكمان عمر خربين يخرب المجموعة كلها. كان لازم نبدأ وكان لازم نتكلم ونحط سبوت على اخواتنا وعلى المتعة والجمال اللي مكملة ومستمرة معانا إن شاء الله تستمر للنهاية وكلنا اخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصدقائي، وأنا معاكم أشرف المصري. خلينا عشان ما نضيعش وقت ندخل كده على طول دغري في أخبار النادي الأهلي، ونبدأ بالقليل ثم نختم بالتقيل. لكن في البداية بعد ما تعمل لينا اللايك والاشتراك في القناة وتصلي وتسلم على الرسول الكريم، قول لي رأيك. هل أنت مع أو ضد مسؤول من مسؤولين النادي الأهلي يطلع في قناة تلفزيونية مع إعلامي ممكن كان يكون بيدس السم في العسل للنادي الأهلي في أخبار كتير؟ وعلشان نبدأ خلينا نبدأ كده بالبسيط. كابتن حسين الشحات الحمد لله العقد بتاعه اعتقد انتهى وخلاص هيكون موجود معانا لمده سنتين، وبنسبه كبيره هيتشال العقد بتاعه نسبه المشاركه، وبالتالي غالبا هياخد العقد بتاعه كامل، وده شيء كويس جدا. ولكن هيحط بند ان الاهلي ليه احقيه بعد السنه الاولى، يعني العقد ينتهي بالتراضي. وبقى علشان نتكلم مجموعه الرحيل اللي موجوده عندك في العنوان او موجوده عندك في الصوره المصغره، فاحب اقول لك احنا بنرد على الكلام اللي بيتقال. يعني مع مداخله كابتن وليد صلاح الدين مع ميدو على قناه النهار، ناس كتير طلعت اتكلمت وقالت ما ينفعش كان يطلع مع ميدو بالاخص، لان ميدو احيان كتير بيطلع اخبار ضد النادي الاهلي، وبالتالي ما كانش ينفع كابتن وليد ان هو يطلع لدرجه ان في اصوات بتطالب برحيل كابتن وليد صلاح الدين. وما اعرفش ازاي الناس دي كانت من اسبوع واحد بس كانوا رافعين القبعه لوليد صلاح الدين وعلى الحركه اللي عملها وسكينه المعجون اللي مسكها في ايده وراها للعالم كله. دلوقتي الناس كلها قلبت وان الكابتن وليد لا يصلح في مركز اداره النادي الاهلي او في مدير الكوره في النادي الاهلي. انا ما اعرفش ازاي والعقليات دي بتفكر ازاي، ولكن في الاول وفي الاخر كل واحد ليه راي ويحترم وفوق دماغنا طالما باحترام وبدون قله ادب. في ضمن كلام كابتن وليد صلاح الدين اتكلم عن لعيبه كتير داخل النادي الاهلي، سواء كان احمد عبد القادر او غيره من اللعيبه اللي موجوده، وان هيتم عرض عليها عروض للنادي الاهلي ان هم يجددوا. ولكن اللعيبه دي لو رفضت في خلال يومين الموضوع بتاعهم هيتقفل وهنبدا نبص للعيبه تانية. الناس سابت كل الاسامي اللي كانت موجوده سواء ديانج او غيره من اللعيبه عقودها هتخلص، وبداوا يركزوا مع احمد عبد القادر فقط لا غير. احمد عبد القادر من مجموعه اللعيبه اللي خلاص عقودها بتخلص وبتنتهي، والراجل موافق يكمل معانا على عيننا وعلى راسنا، عايز يمشي برضه على عيننا وعلى راسنا، والاهلي ما بيقفش على حد. ولكن خلينا نستثني من مجموعه اللعيبه دي احمد بيكهام. ليه؟ لان بيكهام انا قلت لك في بدايه الموسم هو جاي اعاره. ناس كتير طلعت قالت لا ده بيكهام جاي بيع نهائي، وانا قلت لك جاي اعاره موسم واحد فقط لا غير، وغالبا مش هيكمل معانا، والكلام ده انا قلته اول ما جه بيكهام. حاليا الكلام كله طالع ان احمد رمضان بيكهام بالفعل الراجل مش عايزه يكمل معانا. ولكن معلش خد رايي في نقطه بسيطه. دلوقتي احنا عندنا مشاكل دفاعيه وعايزين نمشي بيكهام وعايزين نمشي اشرف داري، وفي نفس الوقت انت عندك مشكله اساسا موجوده داخل الفريق، عايزين نتعاقد مع ناس مدافعين يكونوا موجودين داخل النادي الاهلي. هنجيب منين وانت اصلا عايز تمشي؟ وبالتالي بتدور على لاعب اجنبي ينضاف عندك مكان اشرف داري. لكن لحظه خروج بيكهام لازم تدور على حد تاني يكون موجود. هتقول لي طلع من الناشئين، هقول لك ولا انت ولا انا هنقدر نستحمل اي حد من الناشئين يطلع يغلط لقاء واحد فقط لا غير. ولكن تقدر ان انت تدور في محيط الدوري بتاعك، وبناء عليه لو الاثنين دول مشوا هتحط قدامهم على الاقل 3 اسامي و3 لعيبه، كمان بالاخص ان مصطفى العش عندك ما بيلعبش. وهنا صدقني احنا داخلين في مشكله دفاعيه هنشوف في الاخر هتتحل بايه، واللي غالبا من وجهه نظري ممكن تتحل ان بيكهام يضل موجود، اما كمان اعاره سنه او بيع نهائي. طيب فيما يخص كريم فؤاد نحب نقول له في البدايه الف مليون سلامه. عنده جزع في الرباط الصليبي وعنده رباط صليبي داخلي وخارجي، مشاكل كتير اتوجدت عند كريم فؤاد، بالاخص كمان ان الركبه اللي هو اتصاب فيها المره دي كان مصاب فيها مرتين رباط صليبي، ودي كانت عمليات كبيره غاب فيها مده زمنيه اكتر من سنتين. فان شاء الله باذن الله يرجع لينا بالسلامه. مده غيابه الناس بتقول شهر ونص، ولكن انا بقول لك يعني حسب البروتوكول بتاع النادي الاهلي اللي بيتم غالبا ودائما كريم فؤاد هيغيب على الاقل شهرين، هيرجع لينا وعليه خير ان شاء الله باذن الله. ممكن تشوف شهر 2 او شهر 3 اللي جاي. للاسف هو كان غايب من السنه اللي فاتت، يا دوبك رجع دخل مع الفرقه بتاعتنا، راح مع المنتخب ماتش كده اللي هو اللي اتلعب في كاس العرب، في التدريبات بعده يتصاب كابتن كريم فؤاد. يعني للاسف وناس كتير حاليا داخله تصطاد في المياه العكره وان النادي الاهلي عايز يمشي كريم فؤاد. صراحه حاجه غريبه عجيبه برضو من الناس دي، لان حتى لو الاهلي هيمشيه اكيد ده مش الوقت المناسب اللي احنا نقول فيه الكلام ده. ليه بقى؟ لان كريم فؤاد اساسا لسه مجدد العقد بتاعه مع النادي الاهلي، والعقد ده اي نعم ما تمش الاعلان، ولكن تم رسميا بين النادي الاهلي وبين كريم فؤاد تجديد وتمديد العقد بتاعه. فيعني ربنا يستر وربنا يا رب يشفيه ويرجع ان شاء الله باذن الله بالسلامه، سواء كان هيكمل معانا او لا.
نتمنى له الخير لانه لاعب محترم جدا وجيد جدا وممتاز، ولكن للاسف الاصابات يعني وقفت مسيرته بشكل كبير. هو تقريبا بقى اسمه كاس اصابات العرب وليس كاس العرب، وكاس اصابات لاعبي النادي الاهلي في كاس العرب. ده ليه بقى؟ لان يعني احنا ما اكتفيناش بس بكريم فؤاد، لا كمان اشرف داري كان مصاب مع النادي الاهلي ثم راح مع المنتخب المغربي في كاس العرب. مع التدريبات اللي اتعملت اول يومين ثلاثه الراجل جاله مزق في الرجل، ويعني قال لك هيغيب 3 اسابيع يعني لمده شهر، ولكن انا احب اقول لك يعني هو هيكمل اكتر من شهر ونص، هيرجع لينا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله مع الماتشات بتاعتنا اللي هتتلعب ان شاء الله في افريقيا في نص شهر واحد نهايه شهر واحد. وبما اننا جبنا سيره اشرف داري، كريم فؤاد، بيكهام، احمد عبد القادر، خلينا كمان نقول حاجه عن مروان عطيه. مروان عطيه انديه كبيره في السعوديه احب اقول لك من التوب 4 حط عينها على مروان عطيه، مش الفتح السعودي بس اللي موجود فيه نهايه الدوري، لا كمان فرق وفريق بالاخص. يعني انا مش عايز اقول الاسم عشان خاطر يعني ما يطلعش فعلا مش هو، لكن بنسبه كبيره هو الاسم. فريق من يعني الاربعه الكبار اللي عندهم لعيبه محترفين بشكل كبيره جدا كانوا موجودين بره، حاطط عينه على مروان عطيه، وغالبا هيتقدم فيه عرض كبير، ولكن هيكون عرض بيع. هل النادي الاهلي يوافق ولا النادي الاهلي ممكن يوافق على اعاره اللاعب ده؟ وساعتها النادي السعودي ده مش هيتقدم، ولكن ساعتها هيتقدم نادي اماراتي، اعتقد هيكون الجزيره او العين، حد من الاثنين هيكون حاطط عينه على مروان عطيه. هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، وهل انت برضو موافق ان مروان يخرج لو جاله عرض كبير ولا لا؟ خلي بالك هيبقى عندنا مشكله. اليو ديانج في كلام كتير ان هو ماشي، وادي كمان مروان عطيه، يعني نص الملعب اصلا اللي عندك الاثنين اللي بيلعبوا رقم 6 بيفضوا مع اصابات احمد رضا الكتيره. ربنا يستر وربنا يعدي على خير، لانك انت اساسا محتاج لاعب في نص الملعب. فسخوا نادي الزمالك، ايوه وانا بقولها كده، فسخوا نادي الزمالك وليس الكلمه الثانيه اللي في دماغك. انا اسف اعذرني، عيب طلع الكلام ده من دماغك. شفنا من قبل مع نادي الزمالك فسخ عقده، سواء كان مشلاك وطالب بقيمه العقد كامل، شفنا جوميز وراح رفع قضيه على نادي الزمالك وجاب لهم ايقاف قيد، وشفنا كمان صلاح مصدق اللي هو كمان فسخ وراح نادي الوداد على ما اعتقد او الرجاء، والراجل هيرفع عليهم قضيه وهياخد فلوسه كامله. وشفنا كمان النهارده 2 لعيبه تانيين حاطين اسمهم في فسخ عقودهم مع نادي الزمالك، وبداوا ان هم يقدموا شكاوي رسميه، سواء كان احمد الجفالي الراجل اللي جه نادي الزمالك، او كان اللاعب الثاني عبد الحميد معالي اللاعب المغربي. مشاكل كتير، حوارات كتير، الله يكون في عون نادي الزمالك. 10 ايقافات قيد او 10 مدد لايقافات القيد، ثم هينضاف ليهم لعيبه ثانيه وناس ثانيه، ولسه عندك كمان ابراهيم نضاي، ولسه عندك ناس كتير لسه جايه في الطريق غير فرجاني ساسي والناس اللي مشت. فربنا يستر وربنا يعدي على خير بصراحه، الله يكون في عونك يا زمالك. ولكن لن نكتفي بهذا القدر فقط لا غير، لان كمان زيزو ليه 83 مليون عند نادي الزمالك وكان بيطالب بيهم توتو على كبوته. اللي حصل بقى ان الناس اللي مفترض ان هم هيطلعوا البيان او هيطلعوا القرار النهائي في اتحاد الكوره بان زيزو له الاحقيه، دلوقتي هم متاكدين 100% ان زيزو ليه المبلغ كامل، وان نادي الزمالك ما قدمش الحاجات اللي تثبت احقيه نادي الزمالك على الاقل ان هم يقللوا المبلغ. ولكن هل ده هيوصل في الاخر ان هم هيقدروا يطلعوا قرار ب 40 مليون مثلا او 50 مليون، ولا لازم يحطوا ال 80؟ انا احب اقول لك زيزو مش هيترك ولا جنيه لنادي الزمالك، هياخد ال 83 مليون او خلينا نقول كده رقم ادق 82.5 مليون جنيه بالظبط هياخدهم من نادي الزمالك. لو ما خدهمش داخل مصر هياخدهم منه خارج مصر، وبسم الله ما شاء الله اول ما بتوصل حاجه للفيفا حط على طول وشقلب وقلب. عامه احنا وصلنا النهارده للختام، وهنستناكم تاني بكره في اخبار جديده وحاجات جديده عن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون افضل من النهارده. ولو وصلت معانا للختام ما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم، تدعي لاخواتنا في ارض العزه وفي السودان وفي كل مكان، وكمان تعمل لينا لايك، اكون شاكر جدا جدا ليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.